يعقد مجلس إدارة نادي السيارات مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين القادم لشرح تفاصيل سباق السيارات الذي يقام بالجونة من 5 ل 7 مارس تحت إشراف الاتحاد المصري للسيارات. واليوم تنتهي بطولة الجمهورية للناشئين في الشطرنج كمان، لكن خلينا نعلق على السيارات لأنه مهم قوي ان احنا بننتقل زي ما انت شايف البطولات من المعمورة للجونة، النهارده في القاهرة بطولة افريقيا اليد. يعني دي المدن المصرية كلها ما شاء الله شاغرة بالبطولات الكبيرة. هو يمكن الرياضة عبد القادر تعتبر أفضل وسيلة للدعاية، يعني إنك تدعي لبلدك والناس تعرف مصر وقدرات مصر وإمكانياتها. أعتقد الرياضة هي البوابة الملكية لتحقيق أفضل دعاية وإعلام لمناطقك السياحية وإمكانياتك وقدراتك وخبراتك. فطبعا بنهني طبعا نادي السيارات على الخطوه دهيت، ونتمنى طبعا مزيد من الانتشار لرياضات السيارات، لان طبعا رياضه لسه محدوده بس لها جمهور. ما له جمهور طبعا. لها يمكن جمهورها يمكن يعني في اوروبا وفي امريكا اعتقد قطعوا شوط كبير مظبوط في رياضه السيارات. وانت شوف دلوقتي البحرين وابو ظبي كلها بتهتم يعني بيها، وبعدين اصبحت برضو مصادر دخل. يعني بطوله الفورمولا في البحرين بتعمل دخل دلوقتي للدولة نفسها. فهي تمام. طبعا الرياضة صناعة بالظبط، أصبحت وتمويل تمويل صناعة تمويل. سواء للأدوات للأجهزة للبشر نفسها يعني كله أصبحت بتعمل مصدر تمويل للبلد نفسها وللدول وللفرد والسياحة طبعا وتشغيل. طب أستاذ طارق، يعني قبل ما ننهي فقرتنا فاضل لنا كده يعني دقيقة، تحب تقول ايه في اخر سؤال ليا من خلال اتحاد الكوره عن